لما عملت فيديو ان الشيخ الشعراوي تم سحره على يد ساحر هندي لما كان في زيارة رسمية في باكستان، ناس طلعوا شككوا في كلامي وقالوا ازاي رجل دين وكمان الشيخ الشعراوي بيتم سحره. ايه رأيكم؟ القصة حقيقية وهكشف لكم التفاصيل كاملة زي ما وعدتكم، وكمان هعرض لكم الصور الحقيقية للسحر الهندي وهو بيسحر الناس جميعا في وقت واحد وبحيلة ماكرة من الشيخ الشعراوي. تم كشف كذب الساحر الهندي قدام الجميع. عايزة قبل ما اكشف القصة كاملة انا حبيت ان انا اوضح معلومة ان سيدنا محمد خير خلق الله تم سحره على يد لبيد ابن الاعصم، والسحر استمر لمدة 6 شهور. ومش بس كده، كمان ان ساعد على ان السحر ده يتفك سيدنا جبريل. سيدنا جبريل لما كان بيجي لسيدنا محمد في كل مرة كان وبيقرأ فيها المعوذتين كان بيتفك عقدة كل مرة من عقد السحر ده لحد ما اتفك تماما. نرجع لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ونكشف القصة المرعبة حرفيا اللي مش ممكن تتخيلوا أحداثها، وكمان الصور هتكشف عن حاجات كتيرة جدا. البداية لما كان الشيخ محمد متولي الشعراوي كان في زيارة رسمية للجزائر، وهناك اتعرف على السفير السعودي وحصل ما بينهم صداقة شديدة جدا استمرت لمدة سنوات كتيرة. وبعد كده السفير لدولة السعودية اتنقل من الجزائر لباكستان، وعدت سنين ورا سنين. وبعد كده كان الشيخ الشعراوي في زيارة رسمية لباكستان، وهناك السفير لدولة السعودية عرف بزيارته لباكستان فقرر ان هو يروح له ويستقبله ويصر ان هو يستقبله طول فترة بقائه في باكستان ويبقى في ضيافته. السفير السعودي بيقول للشيخ الشعراوي لما كانوا مع بعض، بيقول ان هو شاف حاجة غريبة جدا. بيقول ان هو شاف ساحر هندي موجود على احد القرى الصغيرة اللي موجودة على حدود باكستان. الساحر الهندي بيعمل حاجات غريبة جدا ومش مفهومة ابدا. فطبعا الشيخ الشعراوي لما سمع الكلام ده من سفير السعودية فاستغرب، فسفير السعودية قال له ما تيجي، ايه رأيك نيجي نشوف العرض بتاع السحر الهندي ده وتشوفه بنفسك، يمكن الاقي اجابة عندك للي بيحصل. فالشيخ الشعراوي رحب فورا وقال له ماله، نروح العرض ده ونشوف السحر الهندي اللي كل الناس بتتكلم عليه. خدوا بالكم من اللي جاي لان هنا هعرض لكم الصور كاملة للي حصل. فطبعا الشيخ الشعراوي راح مع سفير دولة السعودية القرية اللي موجودة على حدود باكستان، وشافوا الشيخ الساحر قدامه، بس شاف حاجات غريبة جدا. طبعا كان في ناس كتيرة جدا حاضرة العرض بتاع الساحر الهندي دوت. طبعا لقى ان هو جايب مجموعة من قطن عادي ما فيهوش اي حاجة وبحركات غريبة وبكلمات غريبة مش مفهومة. الساحر ده قدام كل الناس القطن اتحول حبل طويل جدا زي ما انتم شايفين، وبعد كده استمر في الحركات الغريبة اللي بيعملها والكلمات اللي مش مفهومة، وبعد كده الحبل اتحول عمود حديد قوي جدا وطويل، وكل مدى كان العمود ده بيطول حبة في حبة في حبة لغاية ما الصور مبينة لكم المنظر كامل. وبعد كده بيجيب طفل موجود معاه وبيطلب منه ان هو يطلع على العمود دوت كأنه سلم، وفعلا الطفل بيطلع على العمود الحديد حبة بحبة كأنه كان طالع سلم جامد جدا وما بيحصلش فيه اي ميل. وبعد كده بعد الطفل ما بيوصل لاخر العمود بعد كده بينزل عادي جدا والعرض بيكون قدام الناس كلها ومفيش حد قدر يفسر اللي بيحصل دوت. الشيخ الشعراوي شاف المنظر ما قدرش يفهم ايه اللي بيحصل واستغرب جدا من اللي حصل، وكمان قال لا هو الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة، ورجع على بيته من تاني. بس كان متضايق جدا لانه حاسس انه اتسحر زي ما الناس التانية اتسحرت، لان الموضوع فيه حاجة مش طبيعية. وكان زعلان ومتضايق ورجع لبيته يفكر في الموضوع ده لمدة 3 أيام، وجاب القرآن الكريم وقعد طبعا يتدبر آيات
القرآن الكريم، وخصوصا اللي هي متعلقة بالسحر. والشيخ الشعراوي اتوصل بعد ما شاف كل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالسحر إن أكتر السحر بيبقى سحر متعلق بالعين، أو بمعنى أدق سحر العين، بحيث إنه اللي بيعمل أعمال السحرية دي بيسحر عيون الناس وبيخدعهم وبيهيأ لهم حاجات تانية. عشان كده كان الشيخ الشعراوي كان متضايق جدا، لأنه اتحط في موضع سحر أو اتسحر زي بقية الناس التانية. وهنا الشيخ الشعراوي جات له حيلة ماكرة زي ما قلت في بداية الفيديو، وطلب من السفير السعودي بعد كام يوم من حضور العرض الأولاني، طلب من السفير السعودي إن هو يحضر العرض للمرة التانية، بس المرة دي هيحضر معاه حاجة تانية، هي دي اللي هتكشف الساحر الهندي وهتفضحه قدام كل الناس. يا ترى ايه اللي هيحصل، وازاي الشيخ الشعراوي كشف الساحر الهندي عن طريق حاجة خدها معاه في العرض التاني. تابعوني في الجزء التاني، مفاجآت خطيرة جدا بجد ومرعبة جدا. تابعوني.